تعج البطولات الأوروبية بالعديد من المواهب من أصول جزائرية، والتي تنشط بكثرة في الدوري الفرنسي لكرة القدم. وباتت أسماء عديدة مرشحة فوق العادة لتمثيل المنتخب الجزائري في قادم الاستحقاقات، خاصة في ظل رغبة الناخب جمال بلماضي في ضخ دماء جديدة في التشكيلة الجزائرية وتشبيب المنتخب. وتعد موهبة نادي موناكو مغناس أكليوش واحدة من الأسماء التي تستميل أنظار مدرب الخضر مع انطلاق الموسم الكروي الجديد. وتمكن أكليوش من البروز في الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي، حيث استطاع تسجيل هدف لفريقه موناكو بمرمى كليرمون فوت خلال المواجهة التي حسمها نادي الإمارة ب4 أهداف مقابل هدفين. وزج مدرب موناكو باللاعب الفرنكو جزائري الواعد عند الدقيقة 86، وسجل الهدف الرابع للفريق في الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء. وعلى ضوء ذلك تمكن مغناس من تسجيل أول أهدافه بالبطولة الفرنسية، وهو الذي سيفتح له أبواب التألق مستقبلا بحكم مهاراته الكبيرة التي يملكها لاعب خط الوسط. وذكر موقع العربي الجديد بأن مغناس أكليوش لا يمانع بتاتا في تمثيل المنتخب الجزائري مستقبلا، رغم أنه مثل المنتخب الفرنسي لفئة أقل من 20 سنة. وكشفت مصادر مقربة من الفاف بأن الناخب جمال بلماضي يتابع أبرز الأسماء والمواهب الصاعدة في فرنسا قصد تطعيم المنتخب الأول، خاصة مع الأهداف البعيدة المدى التي سطرها، والتي يبقى من أبرزها التأهل إلى مونديال 2026.